السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ايمان ماهر فضلا وليس امرا. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد عن القناة عندنا. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد ونشاط جديد وحياة جديدة، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. صحيت الصبح، عملت كل الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعملها الصبح، تصلي وصلي وكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها ولسه هنتكلم عليها في اللايف اللي جاي ان شاء الله. تمام. رحت داخله بقى، كان القهوه عندي كانت خلصت، فالنسكافيه ده برضو بشربه في نص اليوم، فقلت يلا بقى الرغوه كانت عندي خلصت، فيلا نعمل رغوه مع بعضينا واوري حبايبي طريقتي فيها ايه، واشارككم برضو فطاري هيبقى عامل ازاي. فكان عندي كيس النسكافيه ده. الكيس دوت بيعمل، المفروض ان هو مقداره 50 جرام، بيعمل حوالي 25 كوبايه. ده اللي مكتوب عليه. انا بستخدمه بالطريقه دي بتريحني. بفضي الكيس كله في الكوبايه الازازه اللي عندي، او اي كوبايه عندك فضيها وشوفي الكيس وصل لفين. الكوبايه مالك الكوبايه كلها، يبقى تاخدي قدها بالظبط سكر. تمام. وبعد كده تحطي النسكافيه والسكر مع بعض، وربع الكميه بتاعه الكوبايه اللي انت حطيتيها ربعها ميه بس، وتحطيهم كلهم على بعض وتنزلي بالمضرب الكهرباء. في ناس بتعمله في الخلاط، هو مش وحش ومش غلط، بس انا بحسه ان هو بيكون سايل شويه، يعني بتاع الخلاط ما بيبقاش متماسك كده، ما بيعملش الكتله اللي احنا بنبقى محتاجينها. لكن بحس ان بضربه بمضرب الكهرباء بيبقى مضروب كويس وممسوك. معرفش، انا جربي كميه صغيره هنا وجربي كميه صغيره هنا، هتحسي الفرق اللي انا بقولك عليه. طبعا هنقعد نضرب كده فيه لحد ما لونه يفتح جدا. تمام. هتشوفوه معايا خطوه بخطوه، انا ما رضيتش اقطع الضرب عشان تشوفوه. تمام. كل ما باجي اضرب، طبعا اي حاجه بتضربيها بالمضرب الكهرباء بتلاقي في الجناب بتاعه الطبق او البوله بيبتدي يعمل يطرطش ويبعد الحاجه اللي انت بتضربيها، فكل شويه اوقف الضربه واروح مجمعاهم تاني، حطاهم في النص واضرب تاني، وهكذا زي ما انتم شايفين كده. اقعد اضرب فيه. بصي، كل ما بتضربي اللون بيفتح والسمك بيتقل، وبتعملي ستارتكس وانت في بيتك، يعني ما شاء الله، مش قادره اقول لك والله العظيم. بيعمل، هوريكي بالمعلقه دلوقتي. بصي، شايفين البوز اللي معمول في البتاع ده؟ مش سايل، ماسك نفسه ازاي. بصي المعلقه ما بيقعش منها، شايفين؟ لازم يبقى عامل بوز المنقار ده. بس هتفضيه بقى في اي علبه بلاستيك عندك. معذره معلش. هتفضي كل الكميه اللي عندك في علبه عندك بلاستيك وتحطيها عندك. طب احفظها ازاي يا امان، وطريقه حفظها ازاي؟ هتعرفي كل ده معانا. بيوصل للون ده والدرجه دي والسمك ده، عشان ما حدش يعمله بسمك تاني واقل من ده او اخف من ده ويرجع يقول لي يا امان ما هو ما ظبطش. لا، انا بقول لي انا مشيت معاكي خطوه خطوه، وما رضيتش اقطع اي حاجه من الفيديو عشان تشوفي معايا الخطوات كلها واحده واحده. دي طبعا علبه ايكيا انا بحب اشيل فيها، بس طبعا انت عندك اي علبه هتشيلي فيها ما فيهاش مشكله، ازايز بلاستيك ايا كان. تمام. بصوا السمك بتاعه عامل ازاي، انا باكد عليكم وبوريه لكم. بس نشتغل بقى في الفطار بتاعنا. هو معلقه بتاخديها منه، عايزه تسكري تحط سكر زياده انت حره، مش عايزه برضو انت حره، بس هو بالنسبه لي سكره كده كان مظبوط. دي حاجه ترجع لي مع اللبن، وقلبي كويس قوي 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 واصبري عليه. هتلاقيه بقى بيبتدي يهدى وينزل كله لتحت، ويبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده. اي بقى كافيه بتروحي تشربيه فيه مش اقل من 40 جنيه ولا 35 جنيه، ده يعني اقل حاجه. عملتيه في بيتك وشكله تحفه جدا، طعمه تحفه جدا جدا جدا. بس ده كان فطاري النهارده. وادي الرغوه اهي. حفظها ازاي بقى؟ ايمان شيليها في الفريزر، العلبه كده قفلتيها حطيها في الفريزر، مش في التلاجة ما بتجمدهاش فبتخليها تسيل، بتبقى سايله، فما بتبقاش بالمنظر ده بعد كده. الفريزر حطيها فيه وسيبيها في الفريزر، اي وقت هتحتاجي تعملي هتطلعي تحطي معلقه وتحطي عليها اللبن سخن. ده كان فطاري وحبيت اشاركه معاكم، ودي الطريقه اللي انا بعمل بيها النسكافيه بتاعي، جربيها ومش هتندمي بجد، هتعجبك جدا. فطرت بقى وظبطت اللي ورايا وخلاص، وخدت الطاقه بتاعتي خلاص. زي ما احنا متعودين، اي حاجه كده عشان خاطر الواحد يفطر بقى كده ويبقى قادر يقف على رجله ويشوف اللي وراه ايه، امال ايه يا ولاد. المهم، فرحت داخله على البلكونه. انا طالما همسح الشقه كلها، او بالاخص الريسبشن، لازم امسح البلكونه معايا. وطالما هغسل غسيل، طبعا احنا كل يوم بنحط غسيل، بس انا بحب كل يوم الصبح
ادي مسحه للبلكونه عشان هنشر غسيل الصبح، عشان لو في اي ترابه في البلكونه ما تطلعش على الغسيل، عشان انا ما بنشرش بره، انا بنشر في المنشر زي ما انتم شايفين كده. تمام. بس دي كانت غسلة بالليل، يعني انا عندي غسله الصبح وغسله بالليل، فلازم ان البلكونه تبقى عندي نظيفه. تمام. طبعا انتوا عارفين الاطفال احباب الله، احباب الله طبعا، بكميه الهدوم اللي بيغيروها اثناء اليوم، وبالذات لما بيكونوا لسه في السنين الاولى بقى بتاعه الاستكشاف والخراب بقى، ويحطوا ايديهم هنا ويشيلوا هنا ويوقعوا ده ويدلقوا ده والحاجات دي كلها. فبيبقوا بقى قاعدين ان انتي بتغيري بس طول اليوم، يعني الدولاب ممكن يتغسل في الاسبوع يعني 3 مرات ولا حاجه، الدولاب بيفضل يتغسل 3 مرات في الاسبوع بسبب الاطفال احباب الله. ما علينا، ربنا يحفظ عيالنا كلنا يا رب. بس فانا بنتي يعني ما بحبش اغسل هدومها معانا. هتقولي لي ايه السبب؟ ما اعرفش، هو انا اتعودت على كده من ساعه ما اتولدت، هدومها بتتغسل لوحدها و... واخر شطفه احط لها فيها الديتول مع الدوني وكده. انا اتعودت على كده من ساعه ما بنتي جت الدنيا. هدومها مختلفه تماما عن غسيلها انا وغسيلي انا وباباها، احنا الاتنين حاجه وهي حاجه تانية. فممكن اكون انا اوفر، ممكن يكون ده مش صح او مش ما يمشيش مع ناس تانية، بس انا اتعودت على كده واتطبعت ان هدومها كلها بتتغسل مع بعض، فبجمع لها دوره غسيل لوحدها زي ما انتم شايفين كده، المنشر كله هدومها هي بس لميت بقى الغسيل. وانا طبعي بقيت ما كنتش كده، بس بقيت كده وحبيت كده جدا ان انا وانا بلم الغسيل بطبقه في وقتها وهو على المنشر، يعني بشيل من على المنشر واطبقه. هقول لك ليه. لان انا لما ساعات كنت بشيل الغسيل واحطه مثلا على كرسي او على سرير، اقول هبقى اقعد اطبقه، بلاقي نفسي نشرت الغسيل اللي بعديه وانشغلت في حاجه تانية عملتها، روقت، طبخت، بنتي عايزه حاجه مش عارفه ايه الجو ده كله، الاقي نفسي اتراكم عليا الغسيل اللي اتنشر والغسيل اللي انا شيلته وبحط يعني انتي بتشيلي من على المنشر بتحطي غيره، يعني عبال ما بشيل على المنشر بكون الغساله هتخلص، امسح البلكونه واروح حاطه الغسيله اللي بعده على طول. فانا بالنسبه لي لو ركمت غسله يبقى غسله واثنين وثلاثه تراكموا على الغسيل على بعض، يبقى انا بقى عندي تل غسيل عايز يتطبق، وغير كده بحس ان الغسيل بيتبهدل. ما اعرفش انا بس اللي كده ولا كلكم برضو معايا في نفس الرأي ده. انا بحس ان الغسيل بيتبهدل وبيتكرمش كده ما اعرفش يعني، بس انا بحب اطبقه، اتعودت ان انا اشيل من على المنشر اطبق واشيل، ما بحطش في الكرسي ولا على سرير ولا لا، خلاص كله اول باول عشان اخلص. يعني هي مرحله الغسيل مراحل يعني متراكمه على بعض، فلو رقمت مرحله على مرحله انا اللي هتسوح في الاخر، فبالمره بقى يخلصوا. بس رحت حاطه حبه الميه بتوعي في الجردل، وحطيت، انا ما رغيتش بقى وصبنت بالمقشه زي ما عملت معاكم قبل كده، لا، الشرشوبه الصفراء اللي انتوا شفتوها الشرايط دي، الخامه بتاعتها اللي هي الفوط الصفراء بتاعه المطبخ زي الخامه دي بالظبط. تمام. بس انا بقى خصصت الفوطه دي الخيشه دي او الشرشوبه دي للبلكونه بصراحه، ان انا يوميا بمسح البلكونه فما بكنسهاش، على طول اروح بالميه والصابون زي ما انتم شايفين كده. حطيتي ايه في الميه بتاعتك كمان؟ شويه صابون موعين اوكسي صغيرين جدا صغيرين جدا، عملوا المنظر الجردل ده. ورحت ماشيه بقى بالشرشوبه كده عليها على طول، ما بقيتش اعصر الشرشوبه، يعني بحطها بس كده وتروح مطلعها على طول. عملت بعد كده رحت لما الرغوه كلها في مكان زي ما شفتوا كده بالمساحه، وحبه ميه نظيفه جدا ما فيهاش اي حاجه، ميه ساده خالص، ورحت لما بيها بقى الارض كده. بصوا منظر الارض بقى عامل ازاي، بصوا النظافه. انا كده تحت، والسور انا ما غسلتوش ليه معاكم عشان خاطر جارتي اللي تحت مني كانت نشره غسيل، فكان يعني حرام، يعني الواحد بيتعب فحرام ابهدل لها حاجتها. بس فقلت خلاص، انا كده كده ما كانش متوسخ قوي، هو كان فيه ترابه، فانا عملته بالفرشه بتاعت الصغيره دي وخلاص، واستكفيت بيها على كده. قلت المره الجايه ان شاء الله هبقى اغسله. بس ورحت حطيت بقى المناشر في الشمس وانا فاتحه البلكونه، فاتحه الستاره كده. انا قليل قوي لما بفتح ستارتي طول الوقت، الستاره عندي مقفوله، يعني عشان خاطر انتوا شايفين الجيران والدنيا وكده، برضو الواحد يبقى براحته وامان وستره ودنيا احسن بالنسبه لي. فانا عملتها، بقيت على طول قافلاها، وما بكون بس بقى يعني داخله البلكونه بقى انشر ولا حاجه، فبفتحها بالمنظر ده عشان خاطر ايه، الشمس تخش على المنشر. ما بحبش انشر في المناشر الخارجيه لان بحس ان هي بتلم تراب، الغسيل بيتشرمي عليها مطرب، ما اعرفش ليه. انا برتاح جدا في المناشر اللي هي زي دي. المنشر الاسود اللي هو التاني اللي جنبه ده المنشر بتاعي من ساعه ما اتجوزت، بنشر فيه، يعني من ساعه ما اتجوزت من 5 سنين وانا بنشر عليه.
لسه بقى السنه دي جايبه المنشر ده معايا السنه دي، بس ما كان يعني الحمد لله اللهم لك الحمد، ده منشر الجواهر وكان حلو، وكنت جايبه في عرض واتصدمت من اسعار المناشر اللي ضربت بطريقه معديه الالوفات وحاجات غريبه كده، فانا مش فاهمه ازاي وليه يعني. ربنا يلطف بينا عامه ويرحمنا. المهم بصوا، دي دورة غسيل بتاعة ألوانات بتاعتي أنا وزوجي بس. بصوا مش هتلاقي فيها حاجة لبنتي خالص، يعني أمينة مش هتلاقوا أي حاجة فيها خالص لهدومها، هي هدومها لوحدها. أنا متعودة على كده، هدومها لوحدها. احنا أنا وباباها هدوم الألوانات بتاعتنا كلها لوحدها بس. فمعرفش ليه هو الطبع ده، محدش يسألني ليه، بس أنا اتعودت على كده. تمام. بس وفضلت بقى سايبه الستاير مفتوحه كده، الشمس هوتها شويه. ورحت بعد كده طلعت بقى كيس الشرابات ده حبايبي، عاجبني جدا. بلم فيه الشرابات اللي هتتغسل كلها وبحطها برضو مع الغسيل بس. للناس بقى يعني، هو اكتر افاده اكتر للناس اللي بتنشر في المنشر الخارجي في الشارع. ليه بقى؟ ان انت لو سبتي الشرابات كده متنطوره جوه الغسيل عادي، حطيتيها عادي يعني كده من غير الكيس ده، فانت ممكن تلاقي شراب بيخش جوه بنطلون، يخش جوه تيشيرت، في الكم، يتلف في حته كده ولا كده في الهدوم. فهو انت بتنطري الهدوم ممكن يقع منك في الشارع اساسا. فافضل لك لا، لميهم في كيس الشربات ده. كنت جايباه مش عارفه ب5 جنيه، ما كانش رقم يعني، كان حاجه صغيره جدا. كان في جروب عندي كده اسمه جروب على الفيسبوك، ممكن ابقى انزل لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في التعليقات. اسمه فاشونيستا. ده بيبيع هدوم منزلي، وبيبيع هدوم منزلي عامة، وهدوم اي حاجة يعني، وطرح وكده، وبيبيع كمان ادوات منزلية. حلو جدا واسعاره حلوة جدا، وعنده توصيل لاي مكان. فعجباني جدا بصراحة، وهي بنوتة عسولة قوي قوي قوي، فانا بحب اتعامل معاها بصراحة. هبقى انزل لكم اللينك بتاع الجروب بتاعها، عندها جروب على الواتساب وعندها جروب على الفيسبوك، الاثنين هنزل لكم ان شاء الله اللينك بتاعهم في التعليقات، وباذن الله تبقوا تتعاملوا معاها، تعجبكم جدا جدا جدا. عندها شويه ادوات منزليه هتعجبكم قوي. المهم خلصت بقى الغسيل وقفلت البلكونه زي ما شفتوا معايا، ورحت داخله على المطبخ. كان عندي شويه كركبه كده من المطبخ. انا اول ما صحيت الصبح وانا بعمل النسكافيه طلعت الحاجه اللي انا هعملها في الغداء، اللي هي كانت ايه، انا قلت هعمل لي حبه مكرونه بصلصه كده حلوين وكبده اسكندراني اللي هي الصغيره عصافيري دي بس. رحت انا بحب اصبن الرخامات مره الصبح اول ما اصحى من النوم. ده لو انا ما عملتهاش من بالليل، لو انا ما قدرتش بالليل اقوم اعمل، بروح اعملها الصبح. وادي عادي اهوت، اديني عشان خاطر تبقوا بس محدش يقول ان احنا لازم اضغط نفسي. لا، انا كنت تعبانه جدا بالليل وحاسه ان انا مرهقه. رجعت كنت بره ورجعت دخلت، كنت تعبانه ونمت عادي جدا، مفيش اي مشكله بالنسبه لي. وصحيت الصبح عملت اللي ورايا، صحيت بدري، نزلت فطرت جوزي ونزلته، ورحت قايمه بقى شايفه اللي ورايا ايه في البيت. بس رحت غسله الرخامات. انا بحب جدا اول ما اصحى من النوم كده وبدايه شغلي في المطبخ عامه، الرخامات تتغسل لها غسله كده محترمه الصبح، طالما انا مش عاملاها بالليل. لو انا عاملاها بالليل ببقى اوريدي مصبناها بالليل وقافله الدنيا ونايمه وخلاص. لكن هبدا بقى شغل في المطبخ، فاروح ماسكه رخامه البار اللي فوق اللي هي السودا دي، اروح مصبناها بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده، وامشي بعد كده بقى ايه المساحه دي قمر جدا، بتلم معايا كل الرغاوي بسهوله وبتريحني قوي قوي قوي. عكس بقى ما تبقى انت مثلا معاكي الحته بتاعتك وتروحي تلمي بيها وترجعي تشطفي وترجعي تلمي حبه كمان وترجعي تشطفي وهكذا، تكرارها طبعا مرهق ومتعب لينا، كل شويه رايحين جايين على الحوض. فانا بالنسبه لي لا، انا بصبن براحتي واشد بالمساحه دي كل مره واحده، بتعجبني جدا بصراحه بجد يعني. المهم صبنت الرخامه اللي فوق، والحاجه اللي كانت على الرخامه فوق، انا عندي السفره جنب هبقى اصور لكم الدنيا دي. السفره عندي جنب المطبخ جنب البار على طول. ف فاللهم صل على النبي، بحط الحاجه اللي على الرخامه بتاعه البار بحطها على السفره لحد ما اصبن بقى الدنيا وارجع كل حاجه تاني مكانها. تمام. بس ورحت ماسكه الرخامه اللي تحت زي ما انتم شايفين كده، اديله على طول كده بالصابون وبالرغاوي، حبه صابون مواعين، ولفت الليفه دي طبعا انتوا عارفين ان انا مخصصاها للرخامات وللبوتاجاز وكده. انا مش عاملاها مخصوص، انا لما بتقدم عندي ليفه انا ماشيه ازاي. الليفه بتاعت المواعين طلعتها واستخدمتها حلو، ادمت، استخدمتها اسبوع 10 ايام اسبوعين، ادمت وبدات تهلك معايا، اروح شايلاها حطاها للبوتاجاز وللرخامات زي دي كده،
واخد اللي انا كنت حطاها للرخامه والبوتاجاز ادخلها الحمام، اعمل بيها في الحمام، وهكذا. فاهمين قصدي ايه؟ انا ماشيه بالسيستم ده في الايه، في الليف بتاعي. ولا بعمل ليفه جديده للبوتاجاز وللرخامات، ولا بعمل ليفه جديده للحمام، عزكم الله. يعني كل حاجه يعني ايه، اعاده تدوير ليها بطريقه غير مباشره يعني. بس فبصراحه لا، يعني الطريقه دي انا اتعلمتها وعجباني برضو. الحاجات دي التكات دي كده هتعرفوها معايا واحده واحده. انا اتعلمتها يعني استفدت بيها من الناس، وهنقل لكم اللي انا اتعلمته. مش شرط اكون انا سوبر ستار في الحاجات دي، بس انا كده ايه بروق معاكم المطبخ الفتره دي تروقات عامه بالنسبه لي، مش عميقه ولا اي حاجه خالص. ان شاء الله ان شاء الله افضى بس شويه، ان انا مشغوله شويه جدا الفتره دي، فافضى بس شويه كده وابتدي بقى انظف معاكم بقى دواخل الدواليب والثلاجات والدي فريزر والحاجات دي كلها. ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في تنظيفات حلوه جدا ومشجعه جدا وشويه روتينات، انما ايه عسل جدا جدا جدا. لو انت بتتفرجي على الفيديو لغايه دلوقتي ما دوستيش لايك ازعل قوي 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 قوي. صلي على النبي قبل ما تدوسي على اللايك. استني، رايحه فين رايحه فين؟ تعالي صلي على النبي. قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفري ربنا، ربنا يكرمك الخير ويرزقك من حيث لا تحتسبي يا رب. ادعي دعوه حلوه بظهر الغيب ولكم مثلها يا رب ان شاء الله. دوسي لايك بقى، اكتبي كومنت حلو. واي حد يخش قناه جديد او تشترك في القناه من الفيديو او من غير الفيديو تعجبك القناه، اكتبي تعليق وعرفيني انت منين، ونورتي قناتي وكبرتي قناتي وزودتي اخواتي منين، وعيلتي بقت احلى واحلى بيكو. وشكرا لكل اللي دخل القناه جديد، اهلا بيكم ونورتوني وكبرتوا القناه وعليتوا من شأن المحتوى بتاعي. شكرا جدا ليكم. ويا ريت اللي بيتفرج على اي فيديو يا ريت تتفرجي عليه 5 دقايق متواصلين عشان الفيديو يترفع للناس كلها. شكرا جدا 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 لمتابعتكم، وشكرا للناس اللي بتتابعني بلايك وبتتابعني بكومنت. شكرا قوي. وكل ما يعني عايزه تعليقات حلوه بقى اسمعها، اللي هي بتبسطني وبتخليني فرحانه قوي. شكرا بجد ليكم والله العظيم. يعني يا ربنا يجمعنا على خير دايما كده، ويا رب اقدر اعمل حاجات تشجعكم وتفيدكم وانا استفيد وانتوا تستفيدوا. ما هو انتوا يعني مشاهدتكم للفيديو ما اكيد بتفيدني، وربنا يقوي كل واحده بتحاول تعمل اي حاجه في الايام اللي احنا صعبه دي، تعين بيها زوجها وتساعد في المعيشه بكل الطرق. ربنا يقدر كل واحده وينجح كل واحده في اي حاجه نفسها تعملها، طالما في مصلحه بيتها ومصلحه جوزها وحياتهم. ربنا يعيننا كلنا يا رب ويقوينا بجد. والله شجعوا اي حد وبالذات الستات اللي بتحاول تعمل من المستحيل اي حاجه بجد في الظروف اللي احنا فيها دي. الله يبارك في اي ست او اي زوجه بتحاول على قد ما تقدر ترفع من شأن العيشه بتاعتهم، بتحاول تعمل كل الحاجات عشان خاطر تساعد وتعلي الدنيا شويه وتوزن الدنيا شويه وتمشي المركب شويه. ربنا يعيننا كلنا ويعين ازواجنا على متاعب ومشاق الحياه اللي هم بيشوفوها بره. بجد ربنا يعينهم ويقويهم ويعيننا ويقوينا على المعيشه جوه البيت، وعلى اللي احنا بننزل نشوفه في الاسعار اللي تحت. ربنا يقوينا ويعفو عنا ويرفع عنا البلاء يا رب والغلاء. اللهم امين يا رب. يا رب ارحمنا برحمتك يا رب. امين يا حبيبتي. ما تنسيش تكتبي تعليق حلو وصلي على النبي واستغفري يلا وقولي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد يا رب. ربنا يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا برحمته يا رب يا رب. وقفنا على الحوض نغسل حبه المواعين بحبه الرغاوي الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول. تغسلي بصابون ايه يا امان؟ عشان السؤال ده اتبعت لي. انا بغسل بفيبا. انا جربت كل انواع صابون المواعين وكل الشركات حلوه، بس انا شايفه ان فيبا ارخصهم سعرا، اكترهم توفيرا، اكترهم رقوه وكفاءه. يعني هو اثبت نفسه بمعنى الكلمه، واكتر شركه بتعمل عروض مستمره على الصابون بتاعها، سواء على الجراكن او على الازايز اللي هي ال 700 ملي او اللي هي 650 جرام او الازايز الصابون العامه اللي انتوا بتشوفوها دي. اكتر شركه بشوفها بتعمل عروض بصراحه. فلا بصراحه انا صابون فيبا اشيد له بكل الطرق. هو نجح معايا في كل حاجه. اوكسي حلو جدا، بريلا حلو جدا، وفير حلو جدا، فيري طبعا ده معدي الكل ملناش دعوه بيه، ده من الناس المحرمه بالنسبه لنا في البيوت ان هو سعره بقى اوفر قوي قوي قوي. بس عامه يعني
انا بحب استخدم وفير فيبا، قصدي فيبا وفير. حاساه ما بقاش زي الاول. كنت الاول بستخدم وفير، بس حاسه ان هو آم، خفيف شويه، رغوته قلت شويه، معرفش. بس طبعا ممكن اكون انا حاسه ده عشان وفير، عشان فيبا رغوته زياده عن اللزوم. من اقل كميه بتعرفي تغسلي كميه مواعين كبيره جدا. فبصراحه عجبني جدا، وانا خلاص اتاقلمت بيه قوي قوي، وبقى عجبني قوي قوي. بس طبعا انتوا عارفين ان انا عامله ليفه للتيفال وللالمونيا ولكل حاجه ليها حاجه عندي. انتوا كلكم عارفين ده. بس بصوا بقى منظر الرغاوي، والله وانا بتفرج على الفيديو كده وبشوف الرغاوي دي بحس ان انا عايزه اقوم اغسل مواعين تاني. بس انا الحمد لله عنديش مواعين دلوقتي، انا بسجل معاكم الفيديو، انا مش عندي حاجه الحمد لله. بس ان شاء الله يعني الفيديو اللي جاي برضو هيبقى فيه شويه حاجات حلوه كده، ربنا يكرمنا ويقدرنا. بس قولوا لي بقى ايه رايكم. وقفنا على الحوض، افكركم وافكر نفسي بالاستغفار والصلاه على الحبيب قلبك يطيب، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي، لمينا بقى الرخام والحاجات دي كلها، هنظبط بقى الحاجات الحلوه دي. تمام. قولوا لي بقى انتوا اكتر وقت مناسب لنشر اللي انا انزل الفيديو امتى؟ يعني الوقت اللي مناسب اكتر لان انا انزل لكم الفيديو تشوفوه، عشان اكتر يعني عشان خاطر الفيديو لما بينزل اول مشاهدات ليه، اول عدد مشاهدات ليه هو اللي بيرفع له الفيديو، هو اللي بيخلي الفيديو يترفع ويتشاف ويظهر اكتر. يعني لو نزلته الساعه 11 الظهر، الساعه 12 الظهر، هل الوقت ده مناسب ليكم؟ عشان خاطر انزله في التوقيت اللي انت تبقي فاضيه ورايقه تتفرجي على الفيديو كده وتستمتعي بيه. قولي لي امتى وانا هنزله في التوقيت اللي انت هتقولي عليه. تمام. اكتبوا لي في التعليقات وعرفوني. تمام. بس طبعا من اهم الحاجات اللي احنا لازم نعملها بعد غسيل المواعين غسيل الحوض، لمعته والدنيا الحلوه اللي فيه دي. والله انا ما بعملش حاجه غير ان انا بغسل بصابون المواعين. انا سمعت ناس كتير بتغسل بكذا حاجه، انا يوميا بعد كل غسله ليا بغسل بصابون المواعين، مره الصبح ومره بالليل. اروح غسله الليف بالليفه كده، اروح جايبه الحوض كده بيبقى بالمنظر ده. بص، والخلاط بتاع الحنفيه نفس الكلام، ولا بحتاج بقى الخلطات ولا حاجه. هو يوميا بعمل كده، فما بحتاجش ان انا اعمل له خلطات. فاهمين قصدي ايه؟ بس ساعة يعني ايدك طول ما انت في الحاجه على طول، طول ما انت ايدك في الحاجه باستمرار، هتلاقي نفسك تلقائي يعني الحاجه معاكي نظيفه، مش محتاجه بقى الخلطات ولا محتاجه الوصفات ولا محتاجه منظفات قويه ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. انا اتعودت ان انا خلاص كل غسله مره الصبح ومره بالليل اروح غسلاه، بس كده. المهم هنعمل بقى الغدا بتاعنا، ودي تتبيله الكبده. طبعا كلنا عارفين ان الكبده ما بتتغسلش، كلنا عارفين ان احنا ما ينفعش نغسل الكبده نهائي. تمام. فانا عملت ايه؟ انا بعملها بالطريقه دي بتريحني وبحسش فيها بطعم زفاره نهائي. بعصر ليمونتين 3 كبار كده حلوين، حسب بقى كميه الكبده اللي انت هتعمليها. تمام. واخد معاهم مثلا فصين 3 توم مطحونين، واروح حاطه بقى عليهم معلقتين كمون صغيرين قوي، او معلقه كمون ومعلقه كزبره صغيره. حلو. بس واروح مقلباهم كويس بالمنظر اللي انتوا شفتيه ده، واروح جايبه مصفى صغيره او مصفى اللي عندك وتحتيها طبق طبعا، وتروحي حاطه المصفى تحطي فيها الكبده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بس انا طبعا طلعت الكبده تفك قبل ما اخش البلكونه والحاجات دي كلها، فعملت يعني فكت خالص بقى. فاهمين قصدي ايه؟ بس فرحت حطاها في المصفى بالمنظر ده، شايفين في دم بينزل من تحت والحاجه، فبروح مقلباها كويس قوي كده، واروح سايباها بقى في المصفى مع نفسها. سبتها بقى حبه حلوين لحد ما تتصفى خالص. رحت انا قطعت الفلفل وظبطت حالي كده. ماشي. كان الحوار الطاسه ده مش في وقتها يعني، لا انا سبتها خالص، صفت مع نفسها خالص. بصوا المنظر بقى عامل ازاي. نزلت كل حاجه فيها، سخنت الطاسه. اهم حاجه الطاسه الحله ايا كان اللي تعمليها فيها خليها سخنه قوي، وانزلي ادي صدمه بقى للكبده بتاعتك، اديها صدمه اللي هو كده دي. فاهمين قصدي ايه؟ بس نازله عليهم بمعلقتين زيت، وقعدت اقلبهم كده شويه قوي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لقيتها خلاص مسكت نفسها كده، كل قطعه فيهم مسكت نفسها. اروح نازله جنبها كده بالفلفل بتاعي، ما بقلبوش عليها في الاول. وانزلي بقى معلقه زيت على الفلفل، وابتدي بقى حطي الحاجه بتاعتك بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. ابتدي حطي بقى ده التوم. التوم ده عندي انا ببقى شايلاه في الفريزر، فبطلع معلقه كده احطها. تمام.
حطي بقى، ابتدي بقى حطي التوابل بتاعتك على الفلفل عشان يدبل معاكي. حبه الملح، حبه كمون، حبه كزبره ناشفه. ما بحطش اي حاجه تانية على الكبده. الكبده ما بيتحطش عليها فلفل اسود عشان بس نكون متفقين مع بعض. مفيش كبده في الدنيا بتحط عليها فلفل اسود، ولا الكبده اللي هي شرايح ولا الكبده دي ما بيحطوش عليها فلفل اسود خالص. بس تبتدي بقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده. بس يعني قلبي بقى الفلفل مع التوابل شويه صغيره، وبعد كده تروحي نازله قلبي بقى كله ببعض بالمنظر اللي انت شايفاه ده. انا ما بحبش اطفي عليها والفلفل يكون ني، قصدي يكون استوى قوي. بحب يبقى فيه يعني ايه سنه كده، يعني سنه عضه بسيطه في الفلفل. تمام. بس بالمنظر اللي انت شايفاه ده كده. بصوا المنظر، البكبكه والريحه والله العظيم قلبت الريحه بطريقه في الشقه مش طبيعيه. غطيتها بقى وقطفت عليها وغطيتها وسبتها. كنت انا عملت المكرونه الناحيه التانية، طبعا ما صورتش معاكم المكرونه عشان انا عملتها معاكم قبل كده. يعني طريقتي في عمل المكرونه عملتها معاكم قبل كده، فاني ايه عملتهاش معاكم في التصوير اختصارا يعني للوقت. ودي كانت ده كان الغدا بتاعنا. ايه رايكم؟ طبعا الطبق الصغير ده بتاع بنتي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، متنسيش لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتوحشوني جدا جدا جدا. باي باي.